أسعد أوقاتكم أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم ويسعدني أن أكون مع حضراتكم للتعليق على أولى مباريات النادي الأهلي الودية مع القيادة الفنية السويسرية الجديدة بقيادة مارسيل كولر. النادي الاهلي النهارده بيستضيف اسوان على ملعب الاهلي والسلام، لقاء ودي الاهلي الشياطين الحمر بالاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر على شمال الملعب وشمال المقصوره. الضيوف ابناء الجنوب ابناء النيل الازرق او الازرق اسوان هيكونوا موجودين بالطقم الاسود الكامل على يمين المقصوره ويمين الملعب. ضربه ركنيه سريعه، ولكن اقول لحضراتكم تشكيله الفرقتين. الاهلي بادئ بمين النهارده؟ مصطفى شوبير، قدامه رامي ربيعه وياسر ابراهيم في الطرف اليمين، محمد هاني في الطرف الشمال موجود خط الظهر مع النادي الاهلي موجود اكرم محمد هاني واكرم توفيق. في وسط الملعب معانا السوليه واحمد عبد القادر، والقوى الهجوميه شادي حسين. هنقول يا ترى الفكر بتاع الراجل، وطاهر محمد طاهر موجود في الشق الهجومي، يا ترى الراجل بيقول ايه، رايح لفين؟ كريم عثمان موجود معانا في قلب الملعب، واسلام عبد الله. كل ده الراجل بيجرب بيشوف. اسوان مع الكابتن ربيع ياسين، والعوده مره اخرى للممتاز والظهور الجديد مره اخرى. ادي اهو كابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق اسوان، اتمنى له التوفيق مع بدايه الموسم. خالد وليد في حراسه المرمى الاسوان، ثلاثه في خط الظهر، عبد الرحمن عبد النبي، جابر الشيبي، كاستيلو. قدام على يمينهم الحسيني سمير، على شمالهم احمد دحروج. في القلب الملعب او الديفندرات عبد الرسول وعناني، وقدامهم ثلاثه احمد خالد واحمد بالحاج وايفونا الحاضر الغائب. ايفونا طبعا نفتكره كلنا، كان بيلعب مع النادي الاهلي من كام موسم. بدا اللقاء مع حكمنا حسن السندبيسي بيعاون اشرف متولي وكريم محمود. تجربه هي الاولى قبل بقى مشوار الاهلي الافريقي مع اتحاد المنستير، ولسه مشوار الدوري مع البدايه مع كولر. الراجل بيستكشف، لسه ما بقالوش كتير، جاي بيستكشف ويشوف ويجرب تجارب وديه اهلاويه استعدادا للموسم الجديد. ربيعه يستلم، يطول واحده في اتجاه عبد القادر، مقطوعه على طول وترجع من كاستيلو لحارس مرماه خالد وليد. ادي خالد لسه مع الكوره جوه منطقه جزاء اسوان. خالد واحده عاليه وطويله بنص ملعب النادي الاهلي. ياسر ابراهيم يرد في نص ملعب اسوان، توصل عند عبد الرحمن عبد النبي، عدى بيها كويس، سند لكاستيلو. ده الحسيني سمير لعب الاوت، الكره خبطت ولا ايه؟ هنا المساعد الثاني كريم محمود، هل هي دخلت وخرجت؟ خبطت في مين؟ عبد القادر بيتكلم. و اسلام عبد الله واضح ان هي خبطت في حد وطلعت اوت تاني لاسوان في وسط ملعب النادي الاهلي. تدرج المستوى مهم، الفرقه بقى لها فتره مريحه، بترجع بقى الماتشات الوديه والاعداد، يتدرج بالمستوى لعيبته ويشوف ويجرب. كولر اللعيبه اللي عنده مين؟ محمد هاني، ولكن يكمل على طول واحده. كريم عثمان ترجع تاني في نص ملعب اسوان، اكرم توفيق وعود احمد بعد غياب من الاصابه الطويله، ان شاء الله يرجع اقوى واحسن من الاول. اكرم اللعيبه الرجاله، جابها اليمين للاهلي محمد هاني واكرم توفيق. ادي الكره الطوليه لاسوان وايفونا براسيه يغمز، لكن تروح سهله عند مصطفى شوبير. مصطفى يسد لياسر ابراهيم، وادي اهو السويسري مارسيل كولر، مدرسه سويسريه مش بعيده عن النادي الاهلي. فايلر كان يمكن موجود قبل موسيماني. ادي الكره الطوليه لشادي حسين، وضاغط معاه عبد الرحمن عبد النبي، وتطلع الكره خارج الملعب. السندبيسي بيقول ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. اول ظهور برضه لشادي في هجوم النادي الاهلي. ضربه ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال هيلعبها طاهر. الركنيه الثانيه كانت من ناحيه اليمين، ركنيتين اهلاويتين اهو. ادي اهو طاهر. الماتشات الوديه دي الراجل بيجرب فكره، بيجرب جمله، بيجرب طريقه لعب، بيجرب خطه، بيشوف لعيبه، بيغير وضعيه لعيبه في بعض المراكز. هو ده الهدف من الوديات. طاهر يلعبها لسه جوه 18 اسوان، خطر، وشادي حسين يلعب
خبطت ولا ايه؟ فعلا ركنيه ثالثه للنادي الاهلي من نفس المكان من ناحيه الشمال. لعيبه النادي الاهلي اهو احنا واصلين ل5 دقائق اولى، بتتكلم مع السندبيسي بتقول له الكوره كانت هاندبول او لمسه يد على حد من لاعبي اسوان. لسه طاهر هيلعب الركنيه، طاهر يشيلها على ايمن قريب المره دي، لسه جوه 18 اسوان. ربيعه يسند واحده لاسلام عبد الله، يطول لشادي حسين، مش هيلحق شادي حسين، تطلع وتطول تبقى ضربه مرمى لصالح اسوان. لسه اهو كادر معاك النهارده بقى مارسيليا كولر، هنشوف بقى لسه بنقول يا هادي، لسه التجارب، لسه الكلام. هنخش باذن الله على دوري رابطه الابطال او دوري ابطال افريقيا، والدوري مشوار اللي بيجي للنادي الاهلي يمسك القياده الفنيه للنادي الاهلي، جاي على البطوله مش جاي على غير كده. ادي ايفونا هجمه لاسوان، يرجع بيها ويعدي من اسلام عبد الله، ترجع تاني الكوره استلامه في قلب الملعب عند عبد الرسول، ينزل واحده على طول لسه مع فرقه اسوان، توصل ليه كاستيلو، يسند دحروج، عايز يعدي محمد هاني، عدى كاستيلو ماشي قويه، باص مش مظبوط، اكرم توفيق موجود لكن ضغط كاستيلو، خد كاستيلو اول ضربه ركنيه لاسوان. ادي اهو فرقه اسوان واول ظهور في التلت الهجومي للنادي الاهلي. لسه الضربه ركنيه على التنفيذ، هيلعبها احمد خالد ولا مين؟ هنشوف. اتلعبت الضربه ركنيه على ايمن قريب، وراسيه وتتخطف وتعدي وتمر لخارج الملعب، ضربه مرمى صالح النادي الاهلي. مصطفى شوبير هيلعب ضربه المرمى، كان فيها فكره ومخطوفه حلو، ده كان احمد خالد هو اللي خاطفها، ان كان لاعب الضربه الركنيه احمد بالحاج. ياسر ابراهيم يسلم واحده على طول عند كريم عثمان، كريم ياسر الكادر مع مارسيل كولر، راجل فارض سريه، مش عايز اللقاء، بيشوف بيجرب، مش عايز اي حد يكون كده متواجد، ده كان شعار الراجل، عشان كده مش هنلاقي الحضور كتير في الملعب حتى من الساده الزملاء الصحفيين. ليه هدف، كل مدير فني وليه فكر، كل مدير فني وليه رؤيه، ولسه الراجل جاي وبيستكشف. طبعا قلت لحضراتكم الكادر مش هيسيبه النهارده، ليه؟ هو النهارده الراجل ده نجم اللقطه، ده اول ظهور واول كلام، بس طبعا ده ماتش ودي، الراجل ده عايز وقت مهما كان حتى على مدار الماتشات الوديه والرسميه، ان لازم الفرقه هتاخد وقت على ما تبدا تقرا فكره وتبدا سنه سنه تطلع معاه في المستوى والتدرج، ده طبيعي جدا جدا جدا. ادي الاوت اتلعب من اسلام عبد الله لياسر ابراهيم، طاهر ساقط لنص ملعب النادي الاهلي، بيهرب من الرقابه، يسلم ياسر ابراهيم تاني، ياسر اسلام عبد الله يطول، واحده اطول من اللازم، تطلع وتمر لخارج الملعب، ضربه مرمى صالح اسوان. هيلعبها خالد وليد، ترجع تاني هتاخد خالد وليد حارس مرمى اسوان، يلعبها خارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي. اسلام هيلعب الاوت للنادي الاهلي، السوليه يعلله تاني، يلحق قبل ما تطلع لكن تروح سهله عند الحسيني، يسد الحسيني، واحده لعبد الرحمن عبد النبي، خالد وليد يريح تاني عبد الرحمن عبد النبي، هات وخد الحسيني سمير. اسوان بيبدا التحضير كده وبيطلع بالكره من تحت، يعني مش ما بيلعبش الكرات الطويله، لا بينقل. محمد هاني يستلم، يسند لشادي حسين، يقطع ديفنس اسوان، ترجع اكرم توفيق يا ولد، لحق قبل ما تطلع، سند لهاني، هاني تحت ضغط، عدى حلو، يرجع تاني على طول، عرضيه عاليه وطويله سهله ما تلاقيش غير خالد وليد. كريم عثمان كان عايز يعلقها جوه ال 18 بس ما كانش في حد موجود. خالد وليد يريح عند الشيمي اللي يطول، واحده على الخط ليه احمد خالد بس اوت لاسوان. دحروج يلعب اوت طويل، احمد دحروج توصل الكره على طول عند اسلام عبد الله، ينقل لاحمد عبد القادر واستلام، ماشي عبد القادر، انطلاقه عبد القادر، هيبدا التحضير الاهلاوي، يطول لطاهر،
طاهر لسه بالراحه بالراحه، اهم حاجه لسه طبعا الاحمال بتبقى لسه بتتدرج، لسه اول ماتشات الوديه دي ممكن مع اعمل سبرنت زي ده اقوى من اللازم، يجي شد ولا مش لازم، خلاص مش هلحق، خلاص اسيبها مش مشكله يعني. حتى لو عايز اثبت للراجل بقى ان انا عندي روح قتاليه والكلام ده، بس برضه بيبقى الشكل بالمعقول. 10 دقايق من عمر الشوط الاول ولسه التعادل السلبي قائم ما بين الاهلي واسوان، العائد بعد غياب للدوري العام. كرة تاني في قلب الملعب ياخدها عبد القادر للنادي الاهلي. اسوان تأسس من عام 1930 ولقبه او شهرته الازرق اول ظهور ليه كان بعد 60 سنة، سنة 89 90 طلع للممتاز. كرة طولية لعبد القادر بس تطول، لسه في اول توقف كده نقول لحضراتكم معلومات عن نادي اسوان صاحب التاريخ. مارسيل كولر على الخط، الراجل بيفكر على طول هيعمل ايه، لعب هات وخد لاسوان، ترجع توصل على طول في القلب، ينزل بيها كاستيلو الحارس مرمى خالد وليد. خالد يلعب واحده ليه الشيمي، يطول واحده عند احمد خالد في نص ملعب النادي الاهلي. اكرم توفيق قاطع ميه ونور لحد دلوقتي، شايل اوت لصالح اسوان. ادي رامي ربيعه، دحروج يلعب الاوت لاسوان، طويله عدى احمد خالد حلو جوه ال 18. وادي الجهاز الفني لاسوان والكابتن ربيع ياسين، لسه الكوره على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، والتسديده موجوده على طول من عبد الرسول، تطلع خارج الملعب او ضربه مرمى ولا تسلل؟ لا تسلل. هنا حسن السندبيسي بيحتسب في تسلل على اسوان، اول تسللات اللقاء. ياسر ابراهيم يسلم اسلام عبد الله، اسلام ناحيه الشمال في نص ملعب النادي الاهلي. عبد القادر سند طاهر، طاهر يطول واحده لاسلام ما تظبطش، كان بيقول له لقدام مش لورا، ما لحقهاش تطلع اوت لصالح اسوان. الحسيني سمير يلعب الاوت، طويل الاوت ترجع عند السوليه. رامي ربيعه، لسه ربيعه معاه الكوره، سند لاكرم توفيق. اكرم ريح ليه كريم عثمان، السوليه ينقل السوليه واحده عند اسلام عبد الله. قطاع الناشئين الراجل عينه عليه، في اكتر من لعيب، في نصير موجود وسيد عبد، اكتر من لعيب موجود في القايمه مع الراجل، بيشوف ويجرب، لازم يدي فرصه ولازم يشوف مين يقدر يكمل معاه الفكر اللي هو عايزه. ترجع الكره لاسوان على طول، عبد الرسول على الارض ينقل احمد خالد من رجل لرجل، وادي هنا الكوره ماشي. حسن السندبيسي قال ماشيه مفيش حاجه، تروح الكره للسوليه، لا ده طاهر، طاهر ينقل لاسلام على الارض. عبد القادر استلامه، عبد القادر يطول لاسلام، لسه رايح بيها عدى من بالحج، قابل عرضيه حلوه جوه ال 18 ما فيش، ما تلاقيش غير عبد الرسول يشتت ديفندر اسوان وترجع. ايفونا عايز يعدي، وهنا السندبيسي بيقول ضربه حره لصالح ايفونا. مالك ايفونا الجابوني اهو، قلت لحضراتكم كان موجود مع النادي الاهلي من كام موسم، ده رجع طلع بقى رحله احتراف خارجيه ورجع اهو تاني في شكل جديد في الدوري المصري مع اسوان. صابر الشيمي يسند واحده ماشي بيها كاستيلو، وقع كاستيلو، ضربه حره من شادي حسين، وادي احمد دحروج، وادي شادي. كاستيلو قلب دفاع اسوان، جاي يلعب الكره من ناحيه الشمال في نص ملعب اسوان. طويله من كاستيلو في اتجاه ايفونا، هيلحق ايفونا، وقف ومعاه ربيعه على طول، تتلعب لدحروج يلعب العرضيه، وياسر ابراهيم يشيل، ترجع تاني عبد الرسول مقطوعه، السوليه هناك بقى طاهر تمام. عبد القادر روح يا عبد القادر، عبد القادر وقف الكره كويس ورجع له الحسيني سمير، عدى عبد القادر بطريقته، عدى بلعبته، عبد القادر جوه ال 18 لسه هيعمل ايه، مستني حد يقرب، حط واحده حلوه الفكره قوي. كريم عثمان يسند توصل لطاهر، جاي له اسلام عبد الله، سند لكريم عثمان، سند لاسلام عبد الله،
يرجع بيها لياسر ابراهيم. هنا اللعيبه الكبيره بتشيل اللعيبه الصغيره، يعني هنا اول ما اسلام حس عليه ضغط ياسر راح مايل له على طول عشان يوجد له مخرج. ما تتزنقش، ما تخافش، انا موجود. اللعيب الكبير طبعا بينقل خبراته سواء في الماتشات الوديه او الرسميه. كنا اللعيبه الصغيره دي لما بتلعب مع الفريق الاول وفي لعيبه كبار بيشيلوا طبعا، بيدوا له ثقه ودفعه في اللقاء وما يخافش ويباصي ويبقى عنده الجرأه. ربيعه استلام على طول، اكرم توفيق، السوليه، ربيعه، رامي ربيعه نص ملعب النادي الاهلي، على الارض ياسر ابراهيم، ياسر يطول لعبد القادر، عبد القادر الباس حلو بس هي مقريه على طول وموجود واقرب. عبد الرحمن عبد النبي قبل شادي حسين، يشيل ويرد تاني، واحده في قلب الملعب. ياسر ابراهيم، ياسر فاول ما فيهاش كلام. حسن السندبيسي حكم اللقاء بيحتسب فاول لصالح ياسر ابراهيم من تدخل مالك فونا. ياسر يلعب لرامي ربيعه، ربيعه توصل لاكرم للسوليه اللي يفتح اللعب هناك حلوه. هل هيلحق عبد القادر؟ راحت سهله، تطب قدام عبد القادر، يوقف عبد القادر، عبد القادر والحسيني سمير، عبد القادر والحسيني سمير، يرجع بيها عبد القادر عند طاهر لدى كريم عثمان للسوليه، يطول واحده جوه ال 18 بعيد على طاهر وتروح سهله لخالد. لسه اهو طاهر بيتحرك شمال ويمين، وشادي حسين، ولسه طبعا شادي على ما يدخل في فورمه الماتشات مع الفرقه هياخد شويه وقت طبيعي، اللي عشان كده ماتشات الاعداد او ماتشات الوديه دي قبل انطلاقه الموسم وقبل انطلاقه المشوار الافريقي مهمه. ادي الكره يقطع طاهر وياخد فاول، عرقله موجوده على طول من احمد دحروج، وادي طاهر اهو اتلعب الفاول على طول. اكرم توفيق لربيعه لياسر ابراهيم، ياسر اسلام عبد الله يسند عبد القادر، ترجع اسلام، باص مش مظبوط، اوعى سرعه ايفونا، سلام يا ربيعه، توقع 10 على 10، يتدخل واسلام عبد الله يشيل من قدام احمد بالحاج وتطلع الكره اوت لاسوان. ادي مارسيل كولر كادر خلاص، ما هو النهارده الراجل نجم اللقطه، نجم الشباك، هو النيو لوك الموجود النهارده مع الفرقه. ترجع الكوره خالد وليد، طويله وترجع، لسه الكره رايحه جايه، نص ملعب اسوان، اوت لصالح النادي الاهلي. لسه الكادر اهو، لسه الاوت، اسلام عبد الله هيلعب ليه ياسر ابراهيم، يرجع بيها ياسر لرامي ربيعه، ربيعه ينقل للسوليه، السوليه يستلم، ربيعه طوليه الباس توصل لطاهر، طاهر لشادي حسين، شادي يسند لكريم، يا ولد بالكعب حلو لشادي، يطلع اسلام عبد الله، موه اسلام، يرجع لعبد القادر، كريم، لسه كريم مستني حد يقرب، حط الهاني، هاني يرجع لربيعه، ربيعه يشيلها حلوه لاكرم توفيق، الاستلامه تفرق يا اكرم، الاستلامه تفرق، شالها مره واحده اكرم، قويه قويه، بس لقت عبد القادر الناحيه الثانيه، عبد القادر، يلا عبد القادر، دخل ال 18 حسيني سمير، طولت فكره حلوه بس هي طولت منه وتطلع ضربه مرمى لصالح اسوان. تلت ساعه من عمر الشوط الاول، لسه هيطرى للنادي الاهلي والاستحواذ، ولكن لسه اسوان بيقفل، اسوان يمكن جت فرصه رئيسيه من ضربه ركنيه وحيده. خالد وليد يلعب ضربه المرمى، تعدي وتلاقي احمد بالحاج في نص الملعب سايت يستلم من قبل اسلام عبد الله، كان جابها كويس منه اسلام لعبد القادر في القلب، كريم عثمان، كريم وسع، سند للسوليه، السوليه يطول واحده حلوه في المساحه، شادي ولكن هي تسلل بقى ولا ايه؟ شكلها هو كده كده طويله الكوره على شادي، بس هل فيها قرار تسلل ولا ضربه مرمى؟
لسه شادي راجع اهو. تسلل مظبوط. اول تسللات اللقاء على النادي الاهلي، اسوان عليها تسلل. خالد وليد يطول واحده على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي. ياسر ابراهيم يشيل قبل احمد بالحاج، ومارسيل كونر لسه الراجل بيشوف، بيتابع اللقاء بتركيز طبعا، عايز يشوف مستويات اللعيبه واداء اللعيبه والتمركز بتاع كل اللعيبه. فكر الراجل لسه اول ماتش، لسه في ماتشات وديه، لكن هو الراجل الوقت عنده مفيش متسع قوي عشان لقاء اتحاد المنستير ان شاء الله باذن الله اطيب التمنيات وكل التمنيات للنادي الاهلي ونتيجه ايجابيه هناك في تونس باذن الله. اوت لاسوان طويله جوه 18 النادي الاهلي، تعلى وتعدي ما تلاقيش غير كريم عثمان يشيل، ترجع لبالحاج، الضغط عليه لسه الكوره رايحه جايه، كاستيلو يرد، ادي الحسيني سمير تعلى وتخش جوه 18 النادي الاهلي، ما تلاقيش غير مصطفى شوبير يلعب واحده لعبد القادر. يلا عبد القادر لو فتح عينه لهاني، لو بص الناحيه الثانيه يا سلام، سمعني ولا ايه؟ سند لهاني حلو. هاني عايز يطلع اكرم، خبطت ودربكه ويشيل من قدام اكرم توفيق على طول، كاستيلو خارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي. ادي كابتن ربيع ياسين وتعليمات لفرقته، وادي دكه اسوان. جاي طاهر يلعب الضربه الركنيه للنادي الاهلي. طاهر لسه على التنفيذ. شادي حسين اهو مع الحسيني سمير. طاهر يلعبها بره ال 18، راجع ايفونا ويشتت، ولكن محمد هاني يشيل من قدامه على طول، اوت لصالح اسوان في نص ملعب اسوان من ناحيه الشمال. لسه الاوت لاسوان، هيلعب احمد دحروج، يطول دحروج واحده توصل في قلب الملعب. عبد الرسول ستايله يمكن هو بالكربون زي كاستيلو، الاثنين بنفس الشكل تماما، ده 4 وده 6 من فرقه اسوان. ادي كاستيلو بيستلم، ينزل بيها ليه عبد الرحمن عبد النبي، لف بيها كويس وعدى من طاهر، طول لايفونا هجمه لاسوان، توصل في قلب الملعب عند عناني، ترجع تاني استلامه على طول بالحاج، يطول واحده في المساحه عند احمد خالد، استلامه لسه هجمه لاسوان وضربه ركنيه ثانيه لاسوان. اكرم توفيق يحط رجله ويشيلها لخارج الملعب. لسه ضربه ركنيه لاسوان. طالع اهو المساك عبد الرحمن عبد النبي وطالع كاستيلو، يزيدوا مع اسوان في الضربات الثابته. بالحاج يلعبها جوه ال 18 وتخبط وتتشال وتوصل لطاهر. طاهر عايز يعدي، خدها منه احمد دحروج لاسوان تاني، وادي بالحاج يحطها حلوه في المساحه، استلامه لاحمد خالد، ولكن في تسلل، في رايه وصفاره، تسلل تاني على اسوان. السوليه ينقل اكرم توفيق، استلامه ادي مارسيل الكادر مش خلاص، ما انا قلت لحضراتكم خلاص بقى هنعيد ونزيد، لا كل شويه الكادر هيروح. ادي انطلاقه اسلام عبد الله، عدى كويس الحسيني سمير، ومع الحسيني يرجع تاني اسلام، برافو يا ولد، حلو عداها حلو، لكن مفيش حد موجود يشيل ديفنس اسوان، ترجع ايفونا وضربه حره من كريم عثمان. لسه اهو ادي السندبيسي حكم اللقاء.
ولسه ايفونا على الارض. وادي حكمنا حسن السندبيسي بيشاور الجهاز الطبي لاسوان عشان ينزل. هيقوم ايفونا، وهنا حسن السندبيسي بيشاور ان هو يخرج بره الخطوط بعد ما نزل له الجهاز الطبي. خلاص طالما ادى الاذن يبقى لازم اللاعب يطلع مع الجهاز الطبي. لسه اهو الجهاز الطبي لاسوان، وادي هاني وادي اكرم توفيق. شادي حسين واول مبارياته مع النادي الاهلي سواء كانت الوديه او الرسميه، انتقل من سيراميكا كليوباترا. حلم كان الولد بينتظر ويستناه شادي حسين ان هو يبقى يلعب ضمن صفوف النادي الاهلي، وجات له الفرصه، لازم بقى يتمسك بالفرصه ويمسك فيها ويثبت. ادي الكره الطوليه لاسوان، محمد هاني يرد، ترجع تاني استلام احمد دحروج لاسوان، يسند واحده لكاستيلو، يطول كاستيلو تخبط في طاهر، ترجع لكاستيلو من نص الملعب، يرجع لخالد وليد. خالد وليد سند واحده على طول بعالي قوي، وسع لنفسه. جابر الشيمي الجول فاضي، وايه هنا الكره؟ لا ضربه ركنيه، ضربه ركنيه اهلاويه. صبري الشيمي في اللعبه اللي فاتت كان رجع لخالد وليد ودربكه، بس كانت الكره تخطط خلاص الخط، وبقت ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. لسه طاهر، واضح ان بالتخصص كده طاهر واخد كل الضربات الثابته. جنبه محمد هاني، قال هيسند لهاني، سند لهاني، المره دي شال هاني، تعدي شادي ويشيل على طول خالد وليد ويشتت احمد بالحاج وتطلع اوت لصالح النادي الاهلي على حدود منطقه جزاء اسوان من ناحيه الشمال. استلامه عايز يعدي بيها السوليه، اتضغط عليه، ودي التشتيت موجود، ترجع لرامي ربيعه بنص ملعب النادي الاهلي. ربيعه يسند لياسر ابراهيم، اسلام، ودي كابتن ربيع ياسين احد نجوم مصر والنادي الاهلي ومارسيل كولر، الاثنين مديرين بقى واقفين، الفنيين على الخطوط بيشوفوا. كل مدير فني ليه طريقه لعب، ليه فكره، ليه جمله، ليه اسلوب عايز اللعيبه تبدا تجربه وتمشي عليه. هنشوف. ادي اكرم توفيق، هات وخد مع السوليه، يجيبها تاني اكرم للنادي الاهلي، يحط لياسر ابراهيم. اسلام، هات وخد حلوه، اسلام والحسيني سمير، اسلام والحسيني سمير، قرب له هاني، سند لهاني، ترجع تاني ولكن مقطوعه لاسوان، توصل عند احمد خالد، ترجع لعبد الرحمن عبد النبي، باص مش مظبوط، يجيبها النادي الاهلي على طول. كريم عثمان للسوليه، السوليه عايز يسقط واحده، شادي حسين حلوه حلوه، ولكن خالد وليد اقرب من محمد هاني. بتريحها حلو من شادي حسين، خالد وليد اقرب. ادي هنا احمد دحروج يوسع لنفسه مع اكرم توفيق، دحروج وتوفيق، دحروج وتوفيق، ونجح انه يجيب اوت لصالح النادي الاهلي. كانت الكره خبطت فيها وهي طالعه، هنا كابتن اشرف متولي بيقول له جت فيك. ادي استلام طاهر، اتضغط عليه، توصل لاحمد بالحاج الاسوان، ايفونا مضغوط عليه من ربيعه، ترجع للسوليه، جت في ايد ايفونا، اللعب ماشي، لا هاندبول، لمسه يد، هاندبول لصالح النادي الاهلي. محمد هاني على التنفيذ للضربه الحره. لسه هاني انتظار صفاره حسن السندبيسي او الاذن ان هو يلعب الضربه الحره. ادي هاني على التنفيذ، هاني يلعبها طويله سهله، ما تعملش اللفه او السويرف، ما تلفش مع هاني وتروح سهله في ايد خالد وليد. شادي حسين هنا بيعمل فاول تكتيكي كده عشان فرقه الاهلي ترجع. وهنا بقى في الووتر بريك، وهنا حسن السندبيسي بعد مرور نص ساعه اللي هي استراحه بقى عشان الميه، شرب الميه والتقاط الانفاس كده، واللعيبه تعوض اللي فقدوها عشان حراره الجو طبعا. دلوقتي
لان اتحاد المنستير انت هتلعب ماتش الظهر، مش الظهر، هتلعب ماتش في توقيت اللي هو الساعه 3 4 في نفس التوقيت ده. عشان كده كولر بيبدا يعود اللعيبه على الاجواء. طلعت فرقه اسوان وفرقه النادي الاهلي، وادي التعليمات وكابتن سامي قمصان والكلام، والناحيه الثانيه كابتن ربيع ياسين والكلام مع فرقته. مصطفى شوبير والكلام مع يانكون بقى، ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى. لسه اهو، وادي كولر والتعليمات. لسه كل ده تعليمات، مش مشكله بقى، قعد دقيقتين على الثلاثه، ده ماتش ودي يعني، الموضوع مش هيبقى زي الماتشات الرسمي. لسه اهو، ادي هنا مارسيل كولر بيدي التعليمات والكلام والطريقه للعيبه وبيشوف. الماتشات الوديه مش بغض النظر عن النتيجه مش مشكله، المهم كنت زي ما بقول لحضرتك كل مدير فني بيشوف طريقه لعب بدا كان بيحفظها لعيبته في التمرين ويبدا بقى يطبق، لان دي اول تجربه وديه، ويبدا يشوف مستوى اللعيبه وقدرات اللعيبه في فهم الطريقه والخطه والاسلوب اللي هو الراجل عايز يعمله، ويشوف كمان ويجرب لعيبه زي اللعيبه الصغيره اللي طالعه، او مش حاجه اسمها لعيب صغير، لعيبه الشباب اللي طالعه ومدى استيعابهم، ويقدر يعتمد عليهم ازاي ويقدر يدخلهم ازاي في التشكيله. الناحيه الثانيه كابتن ربيع ياسين طبعا، والعوده للاضواء ده مسؤوليه كبيره وفيلم، لان كابتن ربيع ياسين جايبين اسوان جايبه حوالي 10 لعيبه او 11 او 12 لعيب جديد، يتولف ازاي مع اللعيبه القديمه، الفكر يتطبق ازاي، خصوصا اول تجربه وديه ليك او من تجاربك اللي هي النهارده بتلاعب النادي الاهلي، بتبقى برضو فيها حسابات، كل مدير فني ليه نظره. ادي كولر اهو، وادي الفرقتين نازلين تاني مع كابتن حسن السندبيسي حكم اللقاء عشان نستأنف ما تبقى من عمر الشوط الاول. ادي اهو حسن السندبيسي والحوار مع اكرم توفيق. شادي حسين ولسه يستونف اللعب، والسندبيسي بيظبط ساعته وبنظبط ساعتنا معاه. خالد وليد يعلي واحده بنص ملعب النادي الاهلي تسقط لايفونا، لوحده ايفونا هيعمل ايه؟ سند لبالحاج ومعاه كريم عثمان موه. لسه حط الايفونا، ايفونا ويسدد تقلش تمر ضربه مرمى لصالح مصطفى شوبير والنادي الاهلي. ادي اهو الكادر على طول، اي فرصه بيروح على طول للكل. لسه تعبيرات الراجل ما تبانش، لسه الراجل بيتفرج. قلت لحضراتكم الوديات او اللقاءات التجريبيه كل ما انت عايز تقول عليها قول، ما النتيجه مش فارقه، مش مشكله تماما ولا تفرق، لان النهارده انا يهمني طيب زي ما بنقول طريقه لعب، لعيبه فاهمه الاسلوب ولا لا، لعيبه بدات تبدا تطبع بلغه الكوره على الفكر ده ولا لا، وتطبع مع بعضها. دي شادي حسين هجمه النادي الاهلي، شادي يرجع بيها، ولكن عبد الرسول راجع ومغطي قبل طه، تسقط الكوره هناك في اليمين عند اسلام عبد الله. لسه الهجمه مع النادي الاهلي، اسلام السوليه يستلم، السوليه يغير اللعب عند اكرم توفيق، اكرم اتقطعت على طول من احمد دحروج ليه دحروج تاني، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. هاني بيتكلم مع كابتن اشرف متولي المساعد الاول، يعني الكلام مش هيفيد يا هاني، الموضوع مش مستاهل يعني. ادي احمد دحروج باك ليفت اسوان او الباك الشمال لاسوان، يلعب اوت طويل، ياسر ابراهيم يعليها، اكرم توفيق تخبط في اسوان فعلا، يعني هي خبطه، لا هنا خبطه بقى، هي جت في اكرم بس وهي نازله خبطت في رجل احمد خالد وطلعت، مش مشكله، اوت لاسوان مش فارقه، يعني الموضوع سهل. لسه الكوره على طول تتلعب في نص ملعب النادي الاهلي، وفاول لصالح اسلام عبد الله. السوليه
وادي مارسيل كولر الراجل واقف بيتابع، توصل الكره لطاهر بالكعب حلوه يريحها لعبد الهادي. عبد الهادي يسند 35 دقيقه من عمر الشوط الاول واللقاء ولسه التعادل بدون اهداف. ترجع لطاهر مش مظبوطه لطاهر، تطول منه وتطلع اوت لصالح اسوان. لسه الاوت هيلعبه الحسيني سمير لاسوان. ايفونا على صدره ومعاه ياسر ابراهيم، ما فيهاش اي حاجه، يقع ايفونا لكن لسه بيحتفظ بالكوره. بالحاج مقطوعه لطاهر، يلا يا طاهر. طاهر وفاول. فاول هنا من عناني واضحه، ما فيش كلام. هتتكلم مع الحكم في ايه؟ لازم بقى الظاهره دي كمان تنتهي من ملاعبنا. خلاص فاول، خلاص هو القرار احتسب وخلصنا. وانا اللعيب اللي خد الفاول يقوم يبص الحكم يقول له خلاص انت خدت حقك، خلاص الباقي بقى الحكم. السوليه يعلي لعبد القادر، يلا يا عبد القادر بقى اشتغل، دور عدي ورينا. لسه عبد القادر، الحسيني سمير يحط رجله ويقطع. ترجع اسلام عبد الله، عرضيه مش مظبوطه، يقطع عبد الرحمن عبد النبي. ترجع للسوليه، السوليه يطول لاكرم توفيق. اكرم عايز يعدي ولكن يقطع منه احمد دحروج لاسوان. دحروج ماشي، دحروج بيكسب ارض، ماشي اتضغط عليه من كريم عثمان وتنقطع وترجع تروح لكاستيلو. دحروج وسع لنفسه، دحروج يا سلام حلوه، عداها حلو لكاستيلو ليه عناني يرجع بيها لعبد الرحمن عبد النبي. حسيني سمير وسع لنفسه، ماشي الحسيني، وقف الحسيني، عطل الحسيني، يرجع تاني يسد لعبد الرحمن. لسه كلها اسوان بتحاول تنقل، بتحاول توجد المساحه والثغره، والنادي الاهلي مقفل. ادي الكوره اهي على طول مع احمد خالد، يرجع بيها للحسيني سمير تاني. حسيني في مساحه، هاتوا خد مع عناني لعبد الرسول، تروح في الشمال لاحمد دحروج ليه بالحاج، يرجع عناني بيها ليه صابر الشيمي. والله كويس فرقه اسوان بتنقل الكوره بشكل كويس من رجل لرجل، ما بيفقدوهاش بسهوله. ادي ايفونا ينقل، حسيني سمير يغمز، عبد الرسول في المساحه هيلحق ما يلحقش. هنا احمد خالد بيقول له بالراحه، تطول وتطلع اوت لصالح النادي الاهلي. هنا عناني وشادي حسين. السوليه كريم عثمان يستلم، اكرم توفيق تيجي له الكوره يرجع بيها لكريم عثمان ينزل، واحده لياسر ابراهيم، ياسر لاسلام. السوليه قرب ويستلم من اسلام، يحطها على الارض لكن مقريه من عبد الرسول، تروح لايفونا. السوليه يحط رجله وتطول وترجع رامي ربيعه بعقل قوي، رامي يهدى على الكوره ويلف بيها. اكرم توفيق، محمد هاني للسوليه في قلب الملعب، كريم عثمان استلم ووسع لنفسه، حط واحده هناك عند احمد عبد القادر استلام، عبد القادر لسه يطول لكن مقريه ومقطوعه في قلب ملعب اسوان، تلاقي احمد بالحاج. هنا بقى اسوان لما بينقل كوره كويس، ينقل كوره كتير وبتاع، بس ما بيطلعش بالكوره بشكل سريع، عكس النادي الاهلي طبعا اللي بينقل الكوره بشكل طولي وسريع، بيبقى في نص ملعب اسوان اسرع. شوفوا حضراتكم عدوا معايا كام نقله ولسه اسوان على حدود 18 اسوان. طوليه يقطع اكرم توفيق، لازم هنا استلم العب كرات طوليه، احاول اروح لنص الملعب ابدا ابني هجمه، انما الكرات اللي بالعرض بتبقى سهله لاي فرقه بتواجه طريقه اللعب دي. ادي الكوره وادي احمد بالحاج يقطع على اسوان، ايفونا تدخل هنا 10 على 10 من ياسر ابراهيم، ولسه ايفونا واكرم توفيق وضربه حره لصالح ايفونا. ادي ايفونا اهو، راجل فروت صريح لاسوان مفيش فيها كلام كتير. من تحته 3 أو 2 بقى احمد بالحاج واحمد خالد. لسه كاستيلو على التنفيذ للضربه الحره لاسوان. كاستيلو لسه كاستيلو عمال متردد، طول
يشيل على طول ياسر ابراهيم من على قوس 18 النادي الاهلي. تروح لايفونا، ايفونا دربكه، ترجع عناني، السوليه تطول، حسين سمير يقطع لعبد القادر، ترجع لكاستيلو اسوان، باص مقطوعه، ترجع الكوره وضربه حره هنا كاستيلو. لا على كاستيلو، هو التدخل هنا من كاستيلو. لسه الهجمه النادي الاهلي. وادي مارسيل كولر، الكادر خلاص، ما هو الكادر مع الراجل، بس عاجبني التركيز بتاع الراجل في الموضوع. وصلنا ل 41 دقيقة من عمر الشوط الأول ولسه التعادل سلبي. في أولى الماتشات، أولى التجارب، لسه يا هادي بتقول يا هادي، الراجل وفكره واستعدادات لانطلاقة المشوار الأفريقي وانطلاقة بطولة الدوري. ادي الكورة الطويلة، وبرضه في ماتش السوبر بإذن الله. يعني في أكتر من حاجة الراجل داخل عليها الأربع خمس ست ماتشات الجايين دول في منتهى الأهمية لمارسيل كولر مع النادي الأهلي. ادي الكورة توصل على طول، كريم عثمان يسقط جوه ال 18، ما تلاقيش غير خالد وليد حارس مرمى أسوان. توصل الكرة لدحروج على الأرض، باص تاني، ترجع عند كاستيلو، يطول واحدة ياخدها صابر الشيمي. ادي ايفونا وياسر ابراهيم، ولكن ترجع تاني ما يظبطش. ايفونا ينقل واحدة ليه بالحاج احمد خالد جوه 18 النادي الاهلي. احمد خالد، جول لاحمد خالد. حلوه الجمله، الفكره كويسه، حلوه راحت. وهنا احمد خالد على طول بشماله يحطها في السوكه، صعبه طبعا على مصطفى شوبير انها تتجاب. الراجل سند وراحت له الكوره من بالحاج جوه ال 18، عدل لنفسه وحطها في المقص اليمين لمرمى مصطفى شوبير. هدف لاسوان عكس اتجاه التيار. هي الكوره كده، الاهلي مسيطر مستحوذ ماسك الكوره بينقل الكوره، هو اللي فارض اسلوب اللعب، ولكن هجمه منظمه او هجمه مرتده اتحطت طويله. ايفونا قدر ان هو يقطع الكوره مع ياسر ابراهيم في كوره مشتركه، خدها سندها اللي بالحاج حط لاحمد خالد، جابها على طول على عدلته كده او على شماله وحطها في المقص اليمين على يمين مصطفى شوبير. واحد اسوان لا شيء الاهلي، طويله الكوره يشيل ديفنس اسوان. قلت لحضراتكم النتيجه ما بتفرقش تماما، لسه بدري. الموضوع طريقه لعب وتجربه لعيبه، وبيشوف الراجل لسه بيشوف. هنا السندبيسي بيدي ضربه حره للنادي الاهلي، بس الكره كانت ماشيه مع اكرم توفيق. ادي اكرم، طاهر، اسلام، كريم عثمان في قلب ملعب النادي الاهلي، يرجع ربيعه يطلع اكرم توفيق، اكرم عرضيه على حدود 18 اسوان، ولسه دربكه يشيل ديفنس اسوان، وكريم عثمان لسه دربكه، ترجع تاني اسلام عبد الله يروح لعبد القادر، عبد القادر باس مش مظبوط، لسه عبد القادر ما اشتغلش، ما دارش، لسه عبد القادر ما شفناش لمحات عبد القادر في اللقاء. واحده تانيه لاسوان اللي بالحاج، ومعاه اكرم توفيق. اكرم اتضغط عليه من دحروج، خدها دحروج، رجع بيها ليه بالحاج، يغمز لعناني في قلب ملعب اسوان، تروح لكاستيلو يحط لاحمد دحروج، لسه الكوره توصل لعناني في قلب الملعب، ينزل بيها لعبد الرحمن عبد النبي مساك اسوان. حسين سمير يستلم، ترجع عبد الرحمن عبد النبي، توصل الكره لكاستيلو. احنا في اخر دقيقه من عمر الشوط الاول، لسه يا ترى اما نشوف كام دقيقه وقت بدل من ضايع حسبها لنا كابتن حسن السندبيسي، هنشوف. ادي الكره واستلامه احمد بالحاج، ترجع الكوره، لسه كرات رايحه جايه، اسوان تسقط لكاستيلو اللي ينزل بيها لخالد وليد حارس مرماه. حسين سمير في اليمين، عدى وماشي من عبد القادر، ضم لقلب الملعب جاي بيها صابر الشيمي، توصل ليه
احمد خالد اللي جاب الجون، ترجع لحسين سمير. صابر الشيمي ينقل لعبد الرحمن عبد النبي. خلاص 45 دقيقة بالتمام خلصوا، وبدأنا في أول دقيقة من الوقت البدل متضيع اللي أعتقدش يعني هيبقى دقيقة أو دقيقتين. لسه كابتن حسن السندبيس هو اللي مع الوقت، هو اللي يقول هنلعب دقيقة دقيقتين قد إيه ما نشوف. ممكن على أساس الووتر بريك أو التوقف عشان تعويض كده أو شرب السوائل ده والمية، ممكن يبقى دقيقتين. ادي الكرة توصل بالحاج بالمهارة، واحدة والتانية عايز يعدي، لكن أكرم توفيق ويجيبها للنادي الأهلي. عناني أحمد دحروج يعكس اللعب، عبد القادر راجع يغطي مع خط وسط النادي الأهلي، يسندها لإسلام عبد الله. رامي ربيعة السولية يشيل السولية، واحدة على طول عند عبد القادر. استلامة في نص ملعب أسوان من ناحية اليمين، طاهر كريم رامي ربيعة. كل لعيبة أسوان بإيفونا كله تقريبا على حدود 18 أسوان، كل لعيبة الأهلي وأسوان في نص ملعب أسوان. ادي استلامة من السولية، يطلع أكرم توفيق. الدقيقة الثانية بنلعب فيها. محمد هاني على صدره، شادي حسين اتأخر. شادي حسين هي لازم تتريح، محدش هيديك فرصة بقى يا شادي هنا جوه ال 18 تستلم. ادي رامي ربيعة تاني، كريم عثمان يبدأ. كريم ما حطش للسولية، لسه اكرم توفيق. اكرم توفيق يعمل عرضيه، يعكس عرضيه هناك الحسيني سمير، واحمد خالد راجع قبل اسلام عبد الله، ولكن تطلع الكره خارج الملعب. ضربه مرمى لصالح اسوان. ادي وراجع اسلام عبد الله. وادي خالد وليد هيلعب ضربه المرمى لاسوان، ودخلنا في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل متضايع. شوط اول اعزائي المشاهدين ومتابعينا قناه الاهلي في كل مكان، ينتهي بتقدم اسوان من المباراه الوديه اللي بتجمع اسوان والاهلي، بتقدم اسوان بهدف لاحمد خالد. استراحه قصيره، اعود لحضراتكم لمتابعه احداث الشوط الثاني، فالى ذلك الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة تانية أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يعود إليكم وأجدد إليكم التحية للتعليق على أحداث الشوط الثاني من التجربة الأهلوية الودية الأولى استعدادا لموسم 2022-2023 لبطولة الدوري العام والمشوار الأفريقي الجديد للنادي الأهلي بمشيئة الرحمن مع السويسري مارسيل كولر. هنا دربكة دفاعية ولكن تطلع لضربة ركنية هي الأولى لأسوان في الشوط الثاني. شوط اول استحواذ اهلاوي، سيطره اهلاويه، كل حاجه قول زي ما انت عايز. هدف عكس التيار لاسوان احرزه احمد خالد. انتهت نتيجه الشوط الاول زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده، اسوان كانت متقدمه بهدف. التجارب الوديه انا قلت في الشوط الاول وما زلت بقول وبكرر، النتيجه فيها ما تفرقش، اللي يهم كولر ان هو او مارسيل كولر المدير الفني السويسري ان هو يشوف الراجل حاجه تبان قدامه، جمله وطريقه لعب. علي لطفي نزل مكان مصطفى شوبير. تشكيله الاهلي كده ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، في الشمال اسلام عبد الله موجود كما كنت، في اليمين اكرم توفيق، في القلب كريم عثمان والسوليه، على يمينهم محمد هاني، وعلى شمالهم احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر في قلب الملعب او كبلاي ميكر يعني ساقط تحت شادي محمد شادي حسين. ادي كوره استلام اكرم توفيق. تشكيله اسوان ما فيش فيها تبديل، يعني خالد وليد في حراسه المرمى، كاستيل وصابر الشيمي وعبد الرحمن عبد النبي، ثلاثه في خط الظهر، على يمينهم الحسيني سمير، شمالهم احمد دحروج، في قلب الملعب عناني وعبد الرسول، والقوه الهجوميه احمد خالد واحمد بالحاج وايفون. حكمنا هو حسن السندبيسي، واشرف متولي مساعد اول، وكريم محمود مساعد ثاني. ودي هجمه اهلاويه، تشتيت من ديفنس اسوان. شوط ثاني يا ترى كولر قال ايه او كولر قال ايه للاعيبته. ادي الكوره والاستلام على طول مقطوعه من السوليه، ترجع ياسر ابراهيم ينزل بيها علي لطفي، على طول علي يسلم ربيعه، ماشي رامي ربيعه يعلي واحده حلوه لعبد القادر. يا سلام لو سند بقى الاسلام، اتاخر فيها سنه بس على مكان اسلام طلع، يرجع تاني عبد القادر ويجيبها، مضغوط عليه من الحسيني سمير، والكره اوت لصالح النادي الاهلي. ادي اسلام
يلعب الاوت. طبعا النهارده اشراك الشباب زي اسلام وكريم عثمان ممكن يبقى اللقاء هدف الراجل في كده، يشوفهم، يشوف طريقه، يشوف النهارده حفظ اللعيبه لطريقه اللعب. ادي اسلام تطلع، اسلام 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 والعرضيه وتقلش وتمر خارج الملعب، ضربه مرمى لصالح اسوان. ولكن هنا في دفع السندبيسي بيحتسبها لصالح اسلام عبد الله. ضربه حره اهلاويه، قرب الرايه ركنيه من ناحيه اليمين في نص ملعب اسوان. لسه حكم اللقاء حسن السندبيسي بيرجع الحيطه او البلوك البشري لاسوان، وطاهر جاي على التنفيذ. كل الضربات الثابته من الشوط الاول والركنيات تقريبا بيلعبها طاهر. لسه طاهر على التنفيذ، وادي صفاره حسن السندبيسي يلعب جوه ال 18، تتشال من ديفنس اسوان، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. لازم بقى يبقى الضغط الاهلاوي بقى الشوط الثاني بايجابيه، يعني ضغط تسجيل، ضغط اسجل منه اهداف. لسه كوره اكرم توفيق، اكرم، ياسر ابراهيم، استلامه، السوليه. اسوان كلها بترجع من تحت الكوره او تحت نص ملعبها لما بتفقد الكوره بايفونا بكله. ادي الطوليه لمحمد هاني، يرجع. لازم النقل السريع، مفيش وقت انك لسه هتوقف وتستلم، لازم هي على طول اللمسه، حتى مش لمسه ولعبه، لمسه واحده وان تاتش اخلص على طول، لان التكتل ملوش حل غير كده. ولازم في تسديد بقى من بره ال 18، يعني لازم نشوف بقى تسديد من لعيبه النادي الاهلي، عرضيات تكون متقنه، هو ده الحل عشان التكتل اللي عامله اسوان. السوليه يستلم الاوت، ايفونا يقطع، توصل ليه اسلام عبد الله، اسلام عبد القادر، احمد عبد القادر، هجمه للاهلي، يلا يا اهلاويه، مقطوعه، الحسيني توصل بالحاج، يغمز ليه عبد الرسول، يطول لايفونا، ايفونا يرجع بيها في اليمين في نص ملعبه عند الحسيني سمير اللي ضرب لخمه، ومعاه عبد القادر، خدها عبد القادر، عبد القادر على الارض، شادي حسين. لسه بقول هي لازم قرار، يعني الكره جايه لمسه على طول، وان تاتش، لمسه واحده عشان اخلص. ادي الكره تاني بالحاج، الضغط، يرجع بيها طاهر، اسلام عبد الله يسند للسوليه، السوليه يطول، حلوه، شادي حسين، شادي حسين خد القرار، هتعمل ايه؟ تمام، وقف فيها شادي، صح كده، سيطر على الكوره، رجع تاني شادي، هيلعب لبره، هيلعب لبره، ولكن ضربه ركنيه. لازم هنا يبقى في قرار، لازم اللعيب الفيرود بالذات، هشوط، هقف، هسند، هريحها، هلعب ايه، هعمل ايه، لازم يبقى واخد القرار. شادي راح ولف تاني ورجع، بس مش مشكله، هو في النهايه جايب ضربه ركنيه للنادي الاهلي. خامس ضربه ركنيه اهلاويه على مدار الشوطين، كان في 4 ضربات ركنيه في الشوط الاول. طاهر يلعب، تتشال على طول، ايفونا يعلي، توصل كريم عثمان، مغطي خط ظهر النادي الاهلي اللي كان زايد طبعا فيها ربيعه وياسر ابراهيم جوه ال 18 في الضربه الركنيه. عبد القادر، يلا يا عبد القادر، سند اسلام عبد الله، اهدى يا اسلام، ايوه تمام كده، سند، لعب العرضيه تخبط، عبد القادر تاني يجيبها قبل عبد الرسول، يلا عبد القادر، توصل لمحمد هاني، يحط لاسلام عبد الله، اسلام يلعب العرضيه تعلى مره ثانيه، عبد الرحمن عبد النبي يعلي، توصل على حدود 18، استلم حلو من احمد خالد لاعب اسوان، يسد لايفونا، باس قصير. هم بيلعبوا على دي بقى من الشوط الاول، يمكن في اخر ربع ساعه دي طاهر يجيبها تاني، هاني ترجع تاني، توصل، يلا النادي الاهلي، ياسر ابراهيم يسند، احمد عبد القادر لو عكس هناك عكس فعلا، دي مارسيل كولر اهو.
الكوره تروح لفين؟ هنا السندبيسي بيدي ضربه حره لصالح النادي الاهلي على حدود 18. فريق اسوان من الكره العرضيه اللي لعبها عكس بيها الملعب حلو قوي عبد القادر. ضربه حره اهلاويه. لسه اهو الكلام من لعيبه اسوان يا جماعه، ده مباراه وديه، ماتش ودي يعني تجربه. النهارده انت بتقدم على النادي الاهلي طبعا بالنسبه لك كويس جدا واداء هايل وكل حاجه ونتيجه كبيره طبعا وكله، بس ماتش ودي يعني الاعتراض على الحكم مش هيفيد، او احنا جايين نجرب اسلوب لعب وطريقه لعب، نشوف لعيبه جديده، نشوف لعيبه شباب ممكن تفرق معانا في التكتيك بتاعنا. يعني كل مدير فني يعني كابتن ربيع ياسين من الواضح من الشوط الثاني بيلعب على المرتدات، خلاص الراجل بيتقدم بهدف بيجرب مع فرقته لو ده في بطوله الدوري هنعمل الشكل الاداء ده خلاص. مارسيل كولر الناحيه الثانيه المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي، تمام بادئ اهو شوط اول اتاخر بهدف، هيتم ازاي بقى التعامل اللعيبه مع التاخير الهدف والتعويض بالهدف للتعديل والتعزيز بهدف ثاني والمكسب. كل دي اللقاءات الوديه هو ده الهدف منها، ان انا اشوف هوصل ايه بفكر لعيبتي وطريقتهم في حفظ طريقتي انا واسلوبهم، هل هم متقبلين ده ولا لا، وقدراتهم هتمشي معايا ولا لا. ادي طاهر وهاني وصفاره السندبيسي والضربه الحره يمكن على بعد 19 يارده. طاهر جون جون طاهر وجون، هي ده الكلام. ضربه قلت لحضراتكم لازم التسديد من بره ال 18، لازم من كره ثابته اهي. طاهر يستغل مع الدقيقه 54 والدقيقه 9 من عمر الشوط الثاني ويعدل النتيجه. حاططها حلو طاهر، صعبه جايه من ورا الحيطه وفي القايب الشمال، صعبه جدا على خالد وليد. 1-1. لسه بقول لحضراتكم ازاي هيبقى في تعزيز للنتيجه، ازاي استغلال الضربات الثابته، التسديد من بره ال 18. وادي هنا اهو مارسيل كولر الراجل بيكتب على طول ليه ملاحظاته، الله اعلم بقى بايه بيدون ايه فكره ايه. هل النهارده بيعمل في مدربين او مديرين فنيين بيعملوا زي ماركينج، يعني بيعملوا زي درجات كده في الماتش، بيعملوا زي ملاحظات معينه، اللعيب ده عمل دي كويس، اللعيب ده انا كنت مستني منه دي عمل، يعني كل مدير فني وليه اسلوب، خاصه الراجل لسه بيقول يا هادي. ادي هجمه لاسوان جوه ال 18، ايفونا عمرو السوليه يرجع لعلي لطفي يشيل وتعدل خارج الملعب، اوت لصالح اسوان. ادي حسين الشحات والدكه الاهلاويه موجوده ومحمود متولي والاحماء. الراجل هيعمل تبديل طبعا، يبقى اللعيبه لعبت شوط ولعبه لعبت شوط. التبديلات في اللقاءات الوديه او الماتشات التجريبيه دي عاده التبديل مفتوح يعني حسب الاتفاق بين الاجهزه الفنيه. او الطويل علي لطفي يمسك قبل الكل وعلى طول هيبدا هجمه للنادي الاهلي. علي يلعب واحده طويله ايد ورجل في نص ملعب اسوان وشادي حسين، شادي حسين لكن الحسيني سمير يلعبها براسيه حتى لو بقلشه، ولكن راحت في اتجاه خالد وليد حارس مرمى اسوان. خالد وليد تتلعب عاليه وطويله من خالد وليد من الجول للجون، سهله تروح علي لطفي. علي يلعب ياسر ابراهيم، ياسر استلامه اسلام، ماشي اسلام يسند ما ربطش مع احمد عبد القادر، يقطع فريق اسوان. الحسيني سمير ينزل، هنا الكره جايه على يمين خالد وليد لكن اتصرف كويس. حسيني سمير وسع لنفسه، عداها من عبد القادر، تروح الكره عند احمد خالد، لا ده احمد بالحاج. طيب عامل زي احمد خالد الاثنين لعيبه اللي بيلعبوا تحت ايفونا. وادي كولر الراجل واقف يشوف، مارسيل كولر مش كولر، هي كي او واحده. كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي بيتابع ويشوف هل يا ترى هيعمل كام تبديل دفعه واحده ولا هيشوف هيغير ايه، هنشوف الفكره هيمشي ازاي. ادي الكره مع ديفنس اسوان، يشيل احمد دحروج ويعلي. تجربه كويسه على فكره ان لاعب فرقه بتلعب زون ديفنس بالمنظر ده، ولو جابت فيا هدف ده كويس جدا، ده استعداد للعيبه وللراجل. ده طالع لاتحاد المنستير في دور ال 32 في دوري رابطه الابطال الافريقي او الشامبيونز ليج الافريقي. ممكن نشوف فكره زي كده، يبقى الاهلي هيتعامل معاها ازاي مهم. بس طبعا تاريخ الالقاب السيطره الافريقيه لصالح النادي الاهلي. اتحاد المنستير ده يمكن اول مشاركه، يعني مش هنقول في الدوري التونسي عامل شغل، ولكن برضه بيلعب النادي الاهلي. ادي السوليه على طول عبد القادر تطول منه، ياخدها الحسيني سمير، طالع الحسيني سمير مشوار عدى من اسلام عبد الله،
لسه الحسيني مع الكوره، موه وراح له ياسر ابراهيم، عايز يعدي، وهنا ضربه حره على ياسر ابراهيم. لصالح اسوان. بالحاجة على التنفيذ، وادي الحيطه البشريه الاهلاويه عبد القادر واسلام عبد الله. لسه عبد القادر اهو، وادي اسلام عبد الله، وادي احمد بالحاج يلعبها، حطها المره دي جمله. السندبيسي هنا وقف قدام احمد خالد، لسه الكره مع اسوان جوه ال 18. خطر خطر، يا سلام يا علي يا لطفي، يا سلام يا علي يا لطفي، حتى لو تسلل قاريها كويس. توقع هنا حارس المرمى يبقى عنده السنس بقى، الخبرات. علي لطفي جون كبير. تطول الكره لمحمد هاني، يبدا هجمه اهلاويه، ما تروحش لشادي حسين، ترجع تاني لاسوان. احمد خالد ينقل لدحروج على الارض. ايفونا، استلام ايفونا للكوره، في مشكله، في مشكله. الراجل دايما الكره ما بتبقاش تحت رجله، بتطول، وده مش جديد. هنا بنقول عليه بقى الرياكشن بتاعه ورد فعله دايما في الكوره، رد فعل اسرع من تفكيره. يا سلام يا عبد القادر، نموذج. عبد القادر حاططها نموذج، هل فيها رايه وصفاره ولا ايه؟ حاططها 10 على 10 لشادي حسين بصراحه. حاططها بوش رجله خارجي، مفيش احلى من كده. ولكن خالد وليد طلع قبل شادي حسين وحط جسمه معاه. ادي عبد الرسول يستلم، بدايه تحضير هجمه لاسوان، تروح لبالحاج، لعيب كويس احمد بالحاج ده. الحسيني سمير، باص مش مقري ومش مفهوم، ما تلاقيش غير ياسر ابراهيم ينزل بيها لعلي لطفي، فتح له اكرم توفيق على طول. علي لطفي هيلحق اكرم، هيلحق اكرم، هيلحق اكرم، مش مشكله، مش مشكله. اهم حاجه اكرم بالراحه بالراحه. قول لحضراتكم الشوط الاول الموضوع لقاء ودي. ادي حسين الشحات نازل، وده تبديلات تقريبا، هو كله هيبدل تقريبا. طالع شادي حسين، وطالع كريم عثمان، ونازل احمد اشرف، ونازل محمد فخري، ونازل حسام حسن، ونازل برونو سافيو. يلا بقى نشوف الراجل برونو سافيو البرازيلي، وادي حسين الشحات ونازل. ده ايه ده كله؟ محمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد اشرف، كل الدكه تقريبا. طالع ربيعه ومحمد هاني، كله نازل. خلاص هي الدكه كلها نزلت، مع خبرات بقى. ممكن متبقي في الملعب تقريبا نقدر نقول السوليه لسه متبقي ولا خرج، هنشوف. حسام حسن نزل، وادي اهو برونو سافيو نزل، والشحات نزل. هناك الشحات اهو، وبيلعب من وراه احمد سيد عبد النبي. كرة طويلة جوه 18 النادي الاهلي. علي لطفي، ولا يمسك على طول علي لطفي، واضح كده ان كله خرج بما فيهم السوليه. ادي برونو، يلا يا سافي، يا سلام، حط واحده طوليه ولكن اطول من اللازم. كهربا ما يلحقش برضه، كهربا نزل. لا كده كله خرج خلاص، هو في قلب الملعب هيبقى موجود. فخري، وادي الشحات اهو، ادي فخري اهو، وادي محمد اشرف ناحيه الشمال، تروح له الكوره اشرف، ينقل لمتولي، محمود متولي. برضه متولي كان بقاله بعيده، دي بيرجع مع الراجل، توصل الكره على طول، وانطلاقه لاحمد سيد عبد النبي. ماشي عبد النبي، يطول عبد النبي، حلوه في المساحه. حسام حسن، ولكن خالد وليد يمسك. الشق الهجومي هو اللي فيه الخبرات، ادي كهربا وحسام حسن والشحات وبرونو سافيو. الباقي كله نقدر نقول فريق الشباب، كل التلت الاخير فيما عدا متولي طبعا. كل هو كده الراجل غير فرقه كامله، عمل تبديله كامله. ادي ايفونا ينقل باص، ما تلاقيش حد غير احمد اشرف، يرجع بيها اشرف لسيد احمد سيد عبد النبي، توصل مغربي. ادي السلام من مغربي، متولي، فخري في القلب، واحمد اشرف في القلب. في الشمال موجود محمد اشرف. ادي الاستلامه، لسه الكره الاهلاويه والتحضير. واحده طويله طويله ولكن اقرب ليها ديفنس اسوان وكاستيلو، ينزل بيها خالد وليد اللي يلعبها اوت لخارج الملعب لصالح النادي الاهلي.
هنا سندبيس ادى الاذن للشحات، لعب الاوت لمتولي، محمود متولي خبره كبيره طبعا في خط الظهر، يدي امان لمغربي. ادي محمد مغربي مع الكوره، مغربي على الارض، فخري ترجع مغربي تاني، محمد مغربي يسلم واحده لمحمد اشرف، اشرف يطلع برونو سافيو، سافيو عايز يحط الاشرف ولكن مقريه من ديفنس اسوان، يرجع تاني سافيو بيعمل محاوله يجيبها، لا ما جابهاش، وفاول لصالح عبد الرسول. لسه اسوان كل ده لسه بقول اهو. ادي كابتن ربيع ياسين هيدفع بيه محمد حمدي زكي وبجده، اتنين مكان ايفونا. ومين التبديل التاني اللي طالع ده؟ بالحاج بقى ولا ده احمد خالد؟ شكله كده بالحاج بتاعي رقم 10 هو اللي طالع من اسوان. لان احمد خالد في الملعب، هو ده بالحاج اللي طلع، يبقى نزل جده ومحمد حمدي زكي مكان ايفونا وبالحاج. ادي حمدي زكي واول لمسه على طول توصل الكره عند احمد سيد عبد النبي في القلب، احمد اشرف يرجع بيها لمحمود متولي النادي الاهلي، مغربي يستلم، محمد مغربي بشماله يحط لمحمد اشرف تاني، فخري كهربا، لسه كهربا واحده والتانيه، سند على طول لفخري في قلب ملعب النادي الاهلي، ترجع تاني تروح لكهربا، يلا كهربا طوليه مفيش رايه ولا صفاره، برونو سافيو، برونو سافيو، سافيو قويه يا عم، سافيو قويه على الشحات، لسه بقول لحضراتكم قويه وتمر وتعدي، هي عايزه بالراحه، كان هو يخش كمان خطوه كمان يلعب بالعرض على طول للشحات، لكن شكل الراجل عنده اهو. ادي برونو اهو، لسه الراجل واول ظهور بقى في وديه، كل ده لسه يا جماعه، الحكم صعب جدا، لسه بدري، كل الصفقات مع الوقت مع الوقت. افتكروا فلافيو مع النادي الاهلي اول ما جه، مكنه الاهداف الاهلاويه في اول سيزون جاب جون الراجل، وبعد كده خلاص اما اتسيستم ودخل وبدا يبقى جوه المنظومه وتمام، خلاص الراجل ما حدش بعرف يوقفه، لسه عايزه وقت، لازم نصبر شويه وندي شويه وقت. ادي الاوت الاهلاوي اتلعبت لمغربي على حدود 18 النادي الاهلي، لكن الراجل بصراحه مغير، بيشوف كل الشباب كله. ادي احمد سيد عبد النبي من الشباب، احمد اشرف الشباب، مغربي ومحمد اشرف اهو، ادي مغربي وادي فخري في قلب الملعب، يعني هنقول شباب. ادي محمد اشرف اهو، نجم من نجوم منتخبنا الاولمبي، توصل الكوره ليه فخري، يطول فخري مش مظبوطه، توصل لدفنس اسوان يشتت، ترجع تاني مغربي في خط ظهر النادي الاهلي على القصير كده، الفخري يخطف اسوان تروح لجده يطول، لكن متولي بالخبره موجود قبل محمد حمدي زكي وقاطع على طول ومأمن خط ظهر. محمود متولي، احمد سيد عبد النبي يطول، تعدي الشحات، لسه اسوان توصل، عناني ينقل واحده على طول تروح لمحمد حمدي زكي، محمد حمدي زكي مستني حد يظهر، رجع بيها لخط ظهره عند عبد الرحمن عبد النبي للحسيني سمير، ترجع لخالد وليد، كرة طويلة اوت للنادي الاهلي، توصل الكرة محمود متولي، طويلة ترجع مقطوعة من ديفنس اسوان قبل ما تروح لكهربا، استلامة لسه في قلب الملعب ولكن ضربة حرة لصالح اسوان، حسبها حسن السندبيسي من الاول. لسه الكورة ترجع لخالد وليد، طويلة الكرة وترجع، وادي مارسيل كولر بيكتب، الراجل هيكتب ويدون، هيفضل يكتب ويدون، طبعا حقه، هي تجربة، هو الراجل عاملها عشان يشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين، هو لسه بيجرب ويشوف ويحفظ ويشوف اللعيبة ويشوف مين، هل ده عمل ايه النهارده في مثلا تصرف، هو الراجل عايز يرجع له يبقى عارف مين اللعيب ومين ايه وواجباته ايه، يعني شغل لسه الراجل بيستكشف، ولسه الراجل بيحط ايده على مواطن كل حاجة بالفرقة. ادي اشرف طويلة جوه 18 اسوان، كهربا يعديها وهي تطلع ضربه مرمى لصالح اسوان.
لان في تسلل رايه وصفاره. لسه التنفيذ الضربه الحره لاسوان، تتلعب طويله عاليه، محمد حمدي زكي يسند لجده اطول من لازم، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. لسه اهو محمد اشرف على التنفيذ للاوت، يلعبها توصل ليه حسام حسن. فاول يا راجل، ده كلام فاول على عبد الرسول من بدري. يعني الفاول ده قالب شويه زي ماتشات الجودو. لسه الكوره والضربه الحره للنادي الاهلي، والنتيجه لسه 1-1. كهربا يطول، كهربا والشحات وخالد وليد يمسك. ياي لو الشحات بس غمزها بس اطول من لازم، يمسك خالد وليد. توصل الكرة عند احمد دحروج، يطول واحده على صدره محمد اشرف لمغربي بعقل قوي، يسند لمغربي. اشرف كهربا قويه هنا على طول، يشيل جده، اوت لصالح النادي الاهلي. فخري وسع حلو يا ولد، وسع نفسه كويس فخري، جنبه محمود متولي لكن فخري لسه ماشي. يطول للشحات، الشحات في المساحه هناك اطول من لازم على احمد اشرف، تطلع وتبقى على طول في ايد خالد وليد، تطلع كده سهله لحارس مرمى اسوان. كرة عالية وطويلة في نص ملعب النادي الأهلي، متولي ومغربي يردها، كان متولي عايز يسيبها لعلي لطفي، ترجع تاني الكورة يجيبها متولي قبل أحمد خالد، باص مش مظبوطة، ترجع لأسوان عند دحروج. استلامة توصل على صدره عناني في قلب الملعب. 25 دقيقة من عمر الشوط الثاني ومن عمر اللقاء والشوط الثاني، و70 دقيقة أو بنقرب عليها من عمر المباراة. 1-1 بعد ما كان أسوان متقدم بهدف الشوط الأول. النادي الأهلي نجح من ضربة حرة مباشرة حلوة من طاهر محمد قبل ما يطلع في الدقيقة 54 انه يعدل النتيجة. لسه الكورة تاني توصل على طول طويلة أطول من لازم، تطلع وتمر، ضربة مرمى لصالح أسوان. لسه الكورة والضربة المرمى هيلعبها خالد وليد. لسه خالد على التنفيذ وتبديل لأسوان، هيطلع ادي عناني طالع، و شايف كده عبد الرحمن عبد النبي برضه هيخرج لأسوان ونازل. ادي عبد الرحمن عبد النبي خرج وعناني خرج ونازل يوسف حسن وعلي فتحي. علي فتحي هيروح هناك في الشمال. كرة طويلة في نص ملعب النادي الأهلي، من ضربة المرمى تروح في اتجاه أحمد خالد وأحمد سيد عبد النبي. لسه عايز يوسع لنفسه عبد النبي، برافو عبد النبي، وسع لنفسه، حطها طولية ولكن تطلع أوت مش مشكلة، بس وسع، طلع تعامل مع الموقف بشكل كويس. أدي علي فتحي، استلامة ليه يوسف حسن البديل لسه نازل. يوسف توصل الكورة ترجع تاني، لسه الكورة مع أسوان في نص ملعب أسوان، الحسيني سمير وضغط عليه كهربا وحسام حسن، ترجع لكاستيلو لخالد وليد جوه 18 أسوان. ادي الاستلامة في قلب الملعب عند صابر الشيمي، ترجع لكاستيلو يحطها في منتهى الخطورة، باص مستحيل، في ضغط عليا واحط الكورة في قلب الملعب كده، وضربة حرة لصالح أسوان. وعلى الأرض عبد الرسول، لاعب أسوان، ولسه الكرة على التنفيذ، جاي يلعبها صابر الشيمي. الشحات يستلم، لسه الكرة ماشية مع الشحات،
لسه الشحات عايز يعدي، خدمت ورجع تاني خدها حسين الشحات. ايه الشحات حدود 18 اسوان لحسام حسن، يقطع دحروج. دحروج باص مش مظبوط من حمدي زكي، تروح على طول سهله لمحمود متولي. متولي يسلم مغربي، محمد مغربي. احمد اشرف في قلب الملعب يحط لي الشحات، يشيلها حلو الشحات. حسام حسن، حسام حسن لو لبست معاك يا حسام. الفكره حلوه، عايز ياخدها فيرست تايم كده مباشره على طول، ولكن تعلى منه وتمر خارج الملعب. ضربه مرمى. خالد وليد على التنفيذ، ضربه المرمى الاسوان للازرق. خمس مرات هي عمر مشاركه اسوان في بطوله الدوري. المره الوحيده يمكن اللي طلع واستمر 2002 2003 2003 2004، اخر مواسمه كان 19 20 وهبط اسوان. ادي كهربا 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 كهربا. حلوه حلو الباس والفولو كويس من احمد اشرف، واتركنت حلو ومرت لضربه مرمى. فكره حلوه، كان ممكن كهربا يحطها هو في البعيده على طول، ولكن ما طمعش، سند لاحمد اشرف. خمس مرات دي الستة الأسوان هيلعب وسط دوري الكبار. ضربة المرمى من خالد وليد طويلة في نص ملعب النادي الأهلي. متولي يرد بالرأسية وتروح عند عبد الرسول، وادي هنا مكمل فخري، تطلع اوت لصالح أسوان في نص ملعب أسوان من ناحية اليمين. حتة كده مهارة من مارسيل كولر، الراجل يعني بيشيلها. ادي الاوت يتلعب جده، وضربة حرة على محمد أشرف. لسه الاوت مع اسوان في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال. كاستيلو على التنفيذ، لسه كاستيلو هيلعب واحده طويله جوه 18 النادي الاهلي. متولي كان والله سابها لعلي لطفي، هنا بقى لازق في الربط، بس برضه هو الراجل لعب بالامان. علي فتحي تروح له الكوره لاحمد خالد، عايز يعدي، عدى دخل 18 النادي الاهلي. خالد خطر، ومحمد اشرف يشتت، ترجع علي فتحي. علي يلعبها على القايم البعيد، برافو يا اشرف، يشيل بالرأسيه توصل لكهربا. كهربا اتعامل معاه تاكلينج ويخطف على طول هنا عبد الرسول، وتخبط الكره وتطلع تبقى كورنر او ضربه ركنيه لصالح النادي اسوان. باقي ربع ساعه. 1-1 في اولى تجارب مارسيل كولر الوديه، استعدادا الماتشات الافريقيه اللي هيبداها النادي الاهلي، مرورا بقى ببطوله الدوري العام ثم السوبر باذن الله يوم 28 اكتوبر. يعني الراجل عنده ماتشين اتحاد المنستير رايح جاي، هيبدا ان شاء الله في تونس، وباذن الله النادي الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه يرجع على بطوله الدوري. وبعد لقاء اسوان في بطوله الدوري يبقى لقاء السوبر. يعني الراجل عنده 4-5 ماتشات ورا بعض، باذن الله كل التمنيات بالتوفيق، وباذن الله نتائج ايجابيه كلها النادي الاهلي ان شاء الله. علي لطفي اتلعبت الضربه ركنيه، توصل على طول لضربه مرمى اهلاويه. علي لطفي يطول واحده في نص ملعب اسوان، يقطع دحروج لاحمد خالد، ينقل واحده، ما تلاقيش غير الشحات لوحده تماما بسهوله على صدره في قلب ملعب النادي الاهلي. الشحات ينقل كهربا وكاستيلو، قطم كهربا على الارض، سند ليه برونو سافيو، عاليه لحسام حسن ما تعديش، ولكن مره واثنين ديفنس اسوان يشيل، توصل لاحمد سيد عبد النبي قصيره، لكن برافو خد احمد اشرف للشحات. الشحات هو عايز يطلع الكره اوت عشان ده احمد دحروج من اسوان وقع على ارضيه الملعب، شده طبيعي جدا جدا، مجهود كبير طبعا النهارده بذله الراجل، منطقي جدا. يعني الشد يحصل، لسه الاستعدادات ولسه البدايات ولسه الماتشات الوديه، بيحصل طبعا كرامبات وبيحصل تقلص عضلي طبيعي جدا في الاول. لازم بقى يبقى في استشفاء كويس على طول بعد الماتش او تاني يوم، يبقى استشفاء كويس جدا. خلاص الطب الرياضي اتقدم كتير جدا جدا جدا. استشفاء كويس، يعني عضلات بقى تريح العضلات ويبقى في راحه عشان الحمل اللي بيتم ده. وتاني يوم طبعا اللعيبه اللي لعبت الماتش دي بتخش بقى على طول الاستشفاء ده. اللعيبه اللي ما لعبتش يبقى عندها تمرينه، خلاص حفظنا، وحضراتكم حفظتوا اكتر مننا كمان.
ادي سافيو والحوار. يا ترى هل ترى الكرة بتجمع اي حد؟ هي الكرة لوحدها لغة، باختلاف الثقافات باختلاف اللغات بتجمع اللعيبه في ارضيه الملعب. خلاص هو الاحتراف كده، لازم سافيو يتاقلم واللعيبه تتاقلم معاه ويبدا في لغه حوار، عشان هي كده، امال هيتعاملوا مع الراجل ازاي؟ طالع دحروج مع الجهاز الطبي لاسوان خارج الملعب. السندبيسي قال لهم خلاص الراجل يطلع بقى لبره، مش هيكمل خلاص. دحروج كده مشيته مش هيكمل. كادر النهارده نجم الشباك مارسيل كولر طبعا، اتمنى له التوفيق يعمل نتائج ايجابيه مع الامبراطور الاحمر النادي الاهلي، اللي ما يعرفش غير رقم واحد: اللعب على البطوله، اللعب على المكسب. اتنين زي الاخير، هو ده الشعار الاهلاوي المتعارف عليه وبتتربى عليه الاجيال في كل الالعاب وفي مختلف الالعاب اللي موجود فيها النادي الاهلي. مغربي استوني في اللعب، طلع دحروج بره الملعب، كره طوليه، باص الشحات، حسام حسن، لسه برونو سافيو، طويله طويله على الشحات، تروح سهله خالد وليد. ادي حسام حسن هو رايح يضغط على خالد وليد عشان يستعجلوا اللعب. خالد وليد يلعبها ايد ورجل عاليه في نص ملعب النادي الاهلي. احمد سيد عبد النبي يقطع لكهربا. محمد فخري استلام، فخري يشيلها حلو في اتجاه حسام حسن، طلع خالد وليد، طلع خالد وليد، الجون فاضي. كهربا 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 لسه ما ظبطتش، لسه الفولت ما ظبطش مع كهربا. تطلع الكره خارج الملعب، ضربه مرمى ولا ضربه ركنيه؟ هنا اللاين مان مدي ضربه مرمى، والسندبيسي كلامه هو اللي هيمشي. ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي، ضربه ركنيه برضو. كهربا بقاله كتير بعيد، محمود متولي كان بقاله كتير بعيد، اكرم توفيق عادي يعني. في النهارده كويس، بدانا نطمن على اللعيبه اللي كان بقالها فتره بعيده. ادي الكره الشحات يلعب الضربه الركنيه، يشيل دحروج، نزل تاني والله دحروج لارضيه الملعب اهو. اوت اهلاوي. احمد سيد عبد النبي وسع نفسه كويس، عبد النبي في قلب الملعب يحط المغربي، مغربي المتولي، محمود متولي، باص تاني المغربي، مغربي ينقل لمحمد اشرف، لكهربا، كهربا يطولها لاشرف. هنا فخري جابها لاشرف، دخلوا على بعض وتطلع اوت لصالح اسوان. كل ده حاجات طبيعيه جدا وعاديه جدا 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 كافتتاحيه موسم بعد اعداد. بنبدا بقى نخش في التنفيذ. كل ده طبيعي ومنطقي جدا وعادي في الكوره. لسه ماتشات هتجيب اكتر من كده. احمد بليا نازل لاسوان. مين اللي طالع؟ في الاغلب دحروج هو اللي طالع، وهيروح الحسيني سمير بقى هناك كباك ليفت مكان دحروج. نزل على طول احمد بليا على التنفيذ للاوت اهو لاسوان. 35 دقيقة خلاص، باقي 10 دقايق على نهاية الشوط الثاني والدقيقة 80 من عمر المباراة. خلاص 10 دقايق في تجربة أنا بشوف إن هي مفيدة. الراجل شاف الشباب النهاردة شوط وشوط، شوط الخبرات في الشوط الأول، وشوط خبرات أو شباب مطعم بالخبرات عن طريق متولي والشحات وحسام حسن وكهربا وبرونو سافيو المحترف البرازيلي الجديد، وعلي لطفي طبعا في حراسة المرمى. فخري لأحمد أشرف بوش رجله حلوه، لو تعدي ما تعديش، يقطع على طول. هنا الحسيني سمير اللي راح باك ليفت بعد ما كان بيلعب باك رايت، او راح ناحيه ده، هو بقى مساك. وعلي فتحي هو الباك ليفت الاسوان. باص لسافيو، برونو سافيو، لسه الكوره. وادي هنا حسن السندبيسي بيدي اوت لصالح النادي الاهلي. تبديل تاني، هيطلع احمد خالد من اسوان اهو جاي. طبعا بالنسبه لاسوان تجربه وديه مفيده جدا 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 لكابتن ربيع ياسين وجهازه. نزل مروان عباس لاسوان، وادي التشتيت موجود من ديفنس اسوان. تطلع الكره لخارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي. متولي لسه الكوره توصل على طول، واحده لمغربي، ده هنا كان مكمل احمد سيد عبد النبي.
توصل الكره لحسين سمير، ضم لدفنس اسوان بعد ما كان هو في الطرف اليمين. محمد حمدي زكي يغمز براسيه لمروان عباس، مروان عباس هجمه لاسوان، مروان وسع لنفسه وسدد فين؟ في السماء. على طول ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي وعلي لطفي. فخري ماشي، محمد فخري ماشي بيكسب ارض. توصل الكوره لسه الناحيه الثانيه، سيد عبد النبي، احمد اشرف، برونو سافيو يستلم واحده قويه قويه. لسه ما نقدرش نحكم على الراجل، لسه بدري. كل ده يا جماعه عادي جدا. اهو وادي اهو مارسيل كولر بيكتب، الراجل ملاحظاته، بيكتب اللي هو عايز بيشوفه. بس الراجل بيشوف وبيجرب. محمد اشرف واوت لصالح اسوان في نص ملعب اسوان من ناحيه اليمين. هيلعبها للاهلي. اشرف يطول لحسام حسن، حسام واستلامه. حسام لسه الكوره ما خرجتش وكهربا بيضغط، تطلع اوت لصالح اسوان. هنا السندبيسي بيقول خبطت في كهربا. وعلى الارض خالد وليد ورايح له حسن السندبيسي. ده بقى اللي لازم يروح له، نلاقي بيوقف حارس المرمى، نلاقي بيوقف له. سندبيسي بيشاور للجهاز الطبي الاسوان عشان ينزل يطمن على خالد وليد. حمل طبعا، لعيبه بقى لها فتره بعيد، ترجع للمشاركات، ترجع النهارده اللقاء ودي قوي. لعيبه اسوان طبعا بالنسبه لها ماتش النادي الاهلي ودي او رسمي بيبقى قصه ثانيه، ليه موضوع مختلف. نزل الجهاز الطبي لاسوان يطمن على خالد وليد حارس مرمى اسوان. لسه خالد وليد وهو بيتلقى العلاج مع الجهاز الطبي. وادي برونو سافيو البرازيلي. قام خالد وليد وخرج الجهاز الطبي، وسندبيسي هيستؤنف اللعب و85 دقيقة، يعني 40 دقيقة من عمر الشوط الثاني. 1-1 الأهلي وأسوان في أولى التجارب الودية الأهلوية اللي بيبدأ بيها استعدادا بمشيئة الرحمن للموسم 2022-23 وأفريقيا. أفريقيا يا أهلي، ده شعار الجمهور. الشحات بالراحة مش مشكلة. طبعا كل لعيب عايز يبين اقصى ما عنده قدام الراجل في البدايه. طبعا الاجانب دايما ما عندوش، ما بيهزرش. يعني اللعيب اللي هيديني واقدر اعتمد عليه وبتاع، ما خلاص. اللعيب اللي احس ان هو لسه بيتدلع شويه او لسه ولا بتاع، بقعد على طول. ادي محمد اشرف لفخري. اشرف تاني، باص مقطوعه تخبط في بيليا وتخرج خارج الملعب. اوت اهلاوي. كهربا يستلم، برونو سافيو، مروان عباس يقطع، تروح لحمدي زكي. محمد حمدي زكي فاول من مغربي، انذار لمغربي. يوسف حسن يلعب الضربه الحره لاسوان. يوسف يلعبها طويله جوه 18 النادي الاهلي. احمد سيد عبد العبي يلعبها تخبط في جده وتسقط لعبد النبي تاني. لمتولي، يشيل متولي واحده طويله، استلام حلو من الشحات، عمل كنترول كويس على الكوره بس اتضغط عليه من يوسف حسن لاسوان، وخدها الحسيني سمير اللي يطول واحده لخارج الملعب. ضربه مرمى لصالح علي لطفي والنادي الاهلي. مغربي يستلم على طول، يطول واحده محمد اشرف يرجع بيها كويس في القلب. فخري طويله من فخري لحسام حسن. الله عليك، الله عليك. فيرود حسام حسن مع الدقيقة 87 على صدره يريح، وبشماله على شمال خالد وليد يحرز الهدف الثاني الأهلاوي. كرة حلوة، فخري شالها حلو، وحسام حسن تعامل معاها 10/10. فيرود بصراحة حسام حسن
فرود يعني مهاجم عارف طريق الجون على صدره ولفه وسطه على طول بشماله، بيمينه شغال بشماله شغال، يحطها على شمال خالد وليد عشان تبقى التاني للنادي الاهلي. 2 الاهلي 1 اسوان والدقيقه 88. على طول توصل الكوره واحده عند الحسيني سمير، استلامه في خط ظهر اسوان. لكن تحيه لاسوان بصراحه كبدايه وكاعداد مع كابتن ربيع ياسين، فرقه على الاقل منظمه ليها شكل، فرقه عندها لسه عايزه وقت وانسجام. الفرقه دي هيبقى ليها شكل كويس في بطوله الدوري العام بصراحه. الدوري السنه دي المفروض من اللي شفناه بقى والتدعيمات والفرق وكل الفرق بتجيب وبتدعم كده، نتمنى نشوف دوري قوي، لان ابقى اشوف ان الفرق بقت كلها قريبه من بعض في المستوى. مش هيبقى في ماتش سهل نتيجته محسومه ما اعتقدش. ادي محمد حمدي زكي عايز يعديها كوبري كده من احمد اشرف، قال له لا مش معايا، على طول تنقطع ترجع لمغربي، ينزل بيها لعلي لطفي. لطفي باس فخري، برونو سابيو تتخطف ترجع تاني يجيبها اسوان، علي فتحي يسند واحده لجده، عايز يعمل عرضيه جده، محمد حمدي زكي عايز يوسع لنفسه تعدي وتلاقي محمد فخري. يلا يا فخري. فخري باص مش مظبوط معلش، تطلع اوت لصالح اسوان. تلعب الاوت من علي فتحي ليوسف حسن، باص تاني اهو من اسوان اوت. لسه يا جماعه لسه بدري جدا، ماتش ودي لسه بنشوف فيه كتير وبنشوف وبيتجرأ لسه، يعني الناس ما ينفعش تستعجل في الحكم ابدا، لا على اللعيبه ولا على جهاز فني. لسه ممكن ماتش الودي ده كله المعمول قدام حضراتكم مارسيل كولر عايز يشوف لعيب واحد، عايز يشوف جمله معينه، عايز يشوف قطعه زي بتاعت حسام حسن، عايز يشوف فاول زي بتاع طاهر. كل مدير فني وليه فكره وليه اسلوبه وطريقته. ممكن طبعا ممكن يبقى عايز يتفرج على اللعيبه كلها في جمعيه الاداء غير التمرينه، الماتش حاجه والتمرين حاجه مختلفه تماما. مغربي محمد اشرف يستلم عايز يعدي، اتخطفت من مروان عباس لاسوان، حط لحمدي زكي محمد حمدي زكي عايز يعدي، برافو يا مغربي، حط جسمه كويس وقطع. محمد اشرف يطول واحده الكهرباء، يلا كهرباء، قطع بيها كهرباء ويقع كهرباء، ياخدها كاستيلو لاسوان، باص مشي مشوار طويل قوي في الاخر مش واخد قرار، عشان كده اداها سهله الفخري. ادي الكره تروح على طول احمد سيد عبد النبي، استلامه الشحات، عبد النبي ترجع تاني لاحمد سيد عبد النبي، يطول على الشحات واحده، الحسيني سمير وشحات، يا سلام يا شحات، لسه خدها الحسيني سمير من قدام حسين الشحات، وبدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضيع قدام حضراتكم. خلاص 90 بلس او 90 بلس، خلاص الوقت خلص، وبدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضيع. الاهلي 2 اسوان 1. هنا اهو تعليمات بقى مارسيل كولر، الاشاره هنا ممكن يبقى بيقول له بيهدي اللعب، هدي اللعب، خلاص الوقت خلص. كلامه ايه مع لعيبته؟ كرة ترجع لخالد وليد، يقلش وتعلى الكرة على حدود منطقة جزاء اسوان، الشحات خدها حلو، يلا الشحات عدى تاني، قطمة الشحات المعهودة، يسند احمد اشرف، تسديدة سهلة تروح في ايد خالد وليد. بدأنا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل متضايع. توصل الكرة عند مغربي، يرجع بيها مغربي لعلي لطفي جوه منطقة جزاء النادي الأهلي. محمد أشرف يستلم، أشرف، وادي حتى في تبديل لأسوان اهو على الخط. لسه هنشوف مين. نقلات أهلاوية، وادي الكرة رايحة جاية طويلة على حدود 18 أسوان، ترجع لسه الكورة توصل على طول ليه محمد حمدي زكي، هجمة لأسوان، والدقيقة الثانية من الوقت البدل متضايع، يقطع أحمد أشرف، برافو يا ابني، عمل مشوار، سند لكهربا فيها راية وصفارة، مفيش حاجة، يلا كهربا اللي فيها راية وصفارة. تبديل عبد الرسول هيطلع وهينزل رقم 18 دالسن لأسوان، نزل فعلا اهو الافريقي ديلسون اهو.
بدأنا في الدقيقة الثالثة أو دخلنا في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ما الضايع. 2 الأهلي 1 أسوان. بليا مع الكورة عايز يلعب عرضية، لعب عرضية جوه ال 18 والكورة تتلعب هنا من جده من تحت لفوق تطلع على طول تبقى ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ما الضايع، مش عارفين مدته قد ايه الوقت مع كابتن حسن السندبيسي، طبعا ده حضراتكم لقاء ودي، هو الراجل صاحب التوقيت وصاحب الوقت البدل ما الضايع. هنا تدخل من حسام حسن مع احمد بليا وانذار، شكله كده السندبيسي يدي انذار لحسام حسن. طبعا الانذارات دي مش كاونتد، يعني مش محسوبه، يعني ما تتحسبش في الماتشات الرسميه، انذار كده يعني كعقوبه. الدقيقه الرابعه من الوقت البدل من الضايع، اسوان مع ضربه حره نص ملعب النادي الاهلي. تتلعب وتوصل عند جده، يسند جده، ترجع الكوره للحسيني سمير في نص ملعب اسوان. ادي الاستلامه من كاستيلو، باس توصل للشيمي، ضربه حره من برونو سافيو. و4 دقايق وقت بدل من ضايع. على طول توصل الكرة عالية على حدود 18 النادي الأهلي. جده تسقط لسه دربكة مغربي لأحمد سيد عبد النبي. دخلنا في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من الضايع. كرة طولية، تشتيت من ديفنس أسوان بالغلط، طويلة طويلة طويلة. حسين سمير ضرب لخمة مع خالد وليد ويشتت يشتت يشتت. ومن هنا نقول السندبيسي بينهي صفارة نهاية اللقاء بفوز النادي الأهلي في أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد بمشيئة الله على أسوان 2-1. أهداف اللقاء أحرز لأسوان أحمد خالد، تعادل طاهر محمد في الدقيقة 54 النادي الأهلي، وتقدم حسام حسن في الدقيقة 87. سعدت إني أكون مع حضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان للتعليق على هذه المباراة الودية الأولى للنادي الأهلي. إن شاء الله كل التوفيق في المشوار الأفريقي كبداية، وباذن الله اطيب التمنيات لموسم بمشيئه الرحمن بطوله الدوري تعود مره اخرى للنادي الاهلي. سعدت اني اكون مع حضراتكم، تقبلوا تحيات معلقكم بنادي محمد رمضان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.